طبعا هو كمان الصوت اللي كان موجود في الريبورتاج بتاع الانشاد والقرآن ده صوت مصطفى الصاوي، وزي ما بقول لكم انا بحبه جدا، الله يرحمه، بحبه في الله، ونفسي طبعا ولادي يكونوا شهداء زيه. وبحب كمان مامته قوي قوي قوي، ست طيبه قوي قوي قوي. وهي قالت لي كلمه، قالت لي يا بنتي انا مش متعلمه بس انا ربيت ولادي كويس قوي. هي فعلا ربت ولادها كويس قوي قوي قوي. وانا لما روحت يوم ما صورت معاها الريبورتاج ده قلت لكل صحباتي والاختي والكلنا، قلت لهم احنا مش مربين ولادنا كويس. هي ربت ابنها ده كان هدفه ان هو يكون شهيد، وفعلا عاش لله وكان شاب في طاعه الله، وعلشان كده ربنا من كتر صدقه هو ربنا نوله الشهاده. هو فعلا مش اي حد بيكون شهيد، مش اي حد ربنا بيختاره شهيد يا شيخ صفوت، صح؟ تأكد. انا عايزه اقول كمان ان بتهيألي الشيخ صفوت كان يعرف برضو مصطفى أنا أعرفه من سنتين تقريبا. يعني تقريبا معظم شباب منطقة العجوزة والمهندسين والدقي يعني أعرفهم، شباب ملتزمين بحكم علاقتي بمسجد دعوة الحق. مصطفى جالي من سنتين وقال لي أنا عاوز أخد إجازة في القرآن. أنا استصغرته، وأنا في مصر كلها مفيش غير واحد بس هو اللي واخد مني إجازة في القرآن، لأن إجازة عندي في القرآن صعبة. فقلت له يا ابني أنت لسه صغير مش هتقدر تاخد الإجازة، روح ثبت حفظك وتكبر شوية وتعالى. فتقريبا بعد الحج السنة دي جاني قال لي يا شيخ أنا كبرت عاوز الإجازة. طب يا شيخ صفوت احنا هنكمل كلامنا بس بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا على الهواء مباشرة، وضيفنا دكتور صفوت حجازي. شيخ صفوت حضرتك كنت بتكمل القصة بتاعت مصطفى، وحضرتك ما قلت له انت لسه صغير مش هأدي لك الإجازة بتاعت القرآن دلوقتي. ده قبل الثورة. جاني بعد الحج شهر 11 مثلا 12 شهر 12 2010 قال لي دكتور انا كبرت عاوز الإجازة. قلت له حاضر ان شاء الله، اصبر شويه. وانا يعني مش مقتنع ان انا اديله الإجازة. ما شفتوش من وقتها نهائي. يوم الحد اللي هو بعد جمعة الغضب اللي هو 30 يناير، حد جاني وانا في الميدان وقال لي انت فاكر مصطفى الصاوي؟ قلت له فاكر مصطفى الصاوي. ماله؟ قال لي ده استشهد. اما عرفت منه تفاصيل الاستشهاد بتاعت مصطفى، انا كانت اول لحظة احس ان الثورة دي هتنجح ان شاء الله وربنا هينصرها، لان لما واحد زي ده يموت في الثورة ديت يبقى احنا على حق. فرحت جدا ان هو نال الشهادة، فرحت جدا ان هو واحد زي ده مات في الثورة ديت. لكن كنت مرعوب حاجة واحدة، وما زلت كل ما افتكر مصطفى اترعب منها. انا ما رضيتش اديله الإجازة علشان هو صغير ومش عاجبني ومش مقتنع بيه، لكن ربنا اختاره شهيد وما اختارنيش انا. مصطفى عند ربنا احسن مني بكتير. مصطفى شافه، ربنا شاف مصطفى كبير وشافه يستاهل الشهادة. انا خايف من مصطفى يوم القيامة اشتكينا ربنا ويقول له مرضاش يديني الإجازة. ليه يا شيخ صفوت؟ يعني هي حساباتها تانية سبحان الله. بس يعني حضرتك انا عارفة انك شفت مصطفى في رؤية بعد كده. نعم.
شفت مصطفى قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم ماسك مصحف الله عليه السلام وبيقرا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. الله. دي تعبني اكتر ان انا ما رضيتش اخليه يقرا قرآن عليا. ربنا بيخليه يقرا قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا شيخ صفوت، يعني ربنا يكرمك، وانت ليك مكانه كبيره عندنا كلنا وعند ربنا اكيد ان شاء الله، وربنا لسه ربنا يديلك الصحه وطولة العمر، وربنا لسه عايز يستخدمك، لسه ليك دور يا شيخ صفوت، وربنا يرزقك الشهاده باذن الله. طب انا برضو افتكرت حاجه كده، كنت من كام سنه مع يعني زوجة الشيخ صفوت قاعدين، هي كل فتره بتعزمني كده على اكل جميل، وكانت عازماني، فكنا عمالين نحكي، فكانت بتقول لي انا خايفه على الشيخ صفوت، وبقول له بلاش، وانت ساعات بتزودها في الكلام، وانا خايفه عليك وكده. فيمكن هو ما يعرفش ان هي حكيت، ان احنا حكينا القصه دي، وهي يمكن مش فاكره انها قالت لي كده، بس هي قالت لي. فهو قال لي انت يعني زعلانه من ايه؟ يعني اخرتها ايه؟ هيقتلوني؟ طب ما ماشي، يا ريت وانا ماشي كده اخد رصاصه وخلاص، وهي دي الحاجه اللي انا عايش علشانها، ان انا انول الشهاده. فيعني ربنا يكرمك يا شيخ صفوت، يعني